السلام عليكم. ازيك عامل ايه؟ النهارده جاي اقولك ان انت تستمر وتكمل وتركز في حاجة واحدة. يعني باختصار شديد، قبل ما تعمل ده كله توكل على ربنا سبحانه وتعالى وادعي ان هو يدبر لك امورك، لانك لا تحسن تدبير ومفيش حد بيحسن تدبير والله. واهم حاجة بقى انك تستمر وتركز على حاجة واحدة وتستمر في اي حاجة. كمثال، وانا بقولك كده برضو ان انت يعني عشان ما تبقاش مشتت وتعمل كذا حاجة في بعض. يعني أنا عن نفسي أنا ليّا الموضوع ده وحصل لي كتير وبيحصل لي أهو ولسه باحاول أتعامل معاه بفضل الله، فإن أنا باركّز في حاجة واحدة وأهم حاجة إن أنت تستمر عشان تلاقي نتيجة، يعني ما تحبطش وتوكّل على ربنا وربنا معاك. وبرضه دي رسالة والله أنا عايز أوصّلها لناس كتير، يعني كلّمت حد قبل كده في الموضوع ده إن هي يعني إيه ربنا في ضهرك أو كده، هو قال لي كلمة عادية أو كده، هو هي عادية طبعًا وطبيعية وكده، بس يعني بالنسبة لواحد اللي هو مثلًا مشتت أو بيحبط كتير أو كده، وواحد برضه بيعمل حساب لبكرة والبعده والحاجات دي وكده فاهم، يعني بيقعد يفكر في بكرة وبعده فدي برضه لما أنت تقول ربنا في ضهرك بتطمن إن ربنا في ضهرك وهيساعدك وكده، فما تحملش هم من أي حاجة. فدي فعلا والله الرسالة اللي أنا عايز أوصلها لكم بجد، يعني برضه عشان تقدر تستمر وما تحبطش وكده ما تحملش هم. يعني بس برضه مش بقولك اقعد ما تعملش حاجة، بقولك اشتغل اتعب وكل حاجة واطمن يعني بس بقلبك كده ان ربنا معاك وهيدبر لك امورك لان انت مش هتحسن تدبير. واستعين بيه بجد والله ودايما ادعيه كتير قوي يعني عشان يكون معاك، واستجيب وصلي وصوم واعبده متقلقش. وبرضه الرسالة تاني بعيدها ان ربنا في ظهرك وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما تطلع. السلام عليكم.